اهلا بيكم في فيديو النهارده مختلف شويه علشان هو مش ليكو، هو لصاحبي واخويا اللي انا مش هقول اسمه. ازيك يا مهند، اخبارك ايه؟ وحشني. علشان مهند سالني عن الاسترويدز والهرمونات، ومن هنا ربنا يسامحني على الفيديو اللي انا هعمله ده لكل الناس اللي هتشوفه. بجد ربنا يسامحني، انا مش بوزكوا تاخدوا هرمونات ولا سترويد ولا جروث هرمون ولا سارمز ولا اي حاجه من كل الكلام ده. بس لو هتاخد سترويد او لو انا هاخد سترويد، هقول لك انا هاخد ايه امن سايكل وايه امن سترويد ويوريني احسن نتيجه. ف ربنا يسامحني. هاخدكم معايا برضو، انا بتمرن النهارده، عندي يوم بول، فيلا. وعلشان تبقوا شاهدين معايا على القصه، انا هحكي لكم اللي حصل. كان في فيديو عملته عن السارمز، وهو مش فيديو، هو محاضره، هو حاجه كانت 40 دقيقه كده. اتكلمت فيه عن تقريبا 4 أو 5 أنواع سارمز، واتكلمت عنهم بكل الاستفاضة وكل الريسيرش اللي كان طلع ساعتها واللي أنا لقيته، واتكلمت عن المميزات وعن العيوب. المهم، مهند صاحبي يعني شاف الفيديو ده وابتدى يسألني بعدها أسئلة كتير قوي مؤخرا، يعني عن اللي هو طب لو هاخد سترويد، لو هاخد سايكل، طب السارمز، طب ايه أأمن، طب ايه مش عارف ايه. فمن هنا ابتدى يدور ما بيننا نقاش. حسيت ان هو نقاش ممكن، وجهة نظري انا الشخصية المتواضعة يعني، ينفع ناس كتير. علشان تعالوا يعني نتكلم بصراحة، يعني مهما طلع حد قالك ما تاخدش سترويد وما تعملش وخطر وصحتك و انت غالبا لو الموضوع في دماغك فانت كده كده هتعمله. زي السجاير مثلا، كلنا عارفين السجاير وحشة، بس انت لو قررت تشرب سجاير انت هتشربها. فيعني مادام كده كده هتعملها، ما تعملها بطريقة كويسة. فقبل ما ابتدي اتكلم في الموضوع، حابب اقول بس ان انا واحد، انا مش دكتور. اتنين، دي نصيحة خد بيها وما تاخدش بيها، انت حر. تلاتة، انا ضد الاسترويدز والهرمونات، غير في حالات معينة، ودي هتبقى اخر حاجة هتكلم عليها في الفيديو. فاول حاجة هتكلم عليها هي ما هي انواع الاسترويدز، وهنقسمهم لنوعين كبار وهيندرج تحتها كل حاجة تانية. طبعا هم هنا في الجيم قرروا يشغلوا اغاني اول ما طلعت الكاميرا، بس مفيش حاجة هتوقفنا. فقلنا هنقسم الاسترويدز نوعين. النوع الاول هنعتبره ده اللي هنسميه يعني استرويدز عاديه، واللي هي تعتبر كلها من مشتقات التستوستيرون، ودي الاسترويدز هنقول عليها برضو استرويدز اولد سكول، موجوده من ايام ارنولد، وحتى اللي هي الجولدن ايج او الجولدن ايرا كانوا كلهم بياخدوا اللي هي هذا النوع او هذه المشتقات من الاسترويدز. والنوع الثاني تعال نقول عليه اللي هو النوع اجدد شويه، ده يعتبر بوم جامد قوي في اخر الثمانينات والتسعينات في مجال البودي بيلدينج، وده هنسميه الجروث هرمون ومشتقاته. فالجي اتش بقى والاي جي اف 1، وهنحط الانسولين معاهم، الحته الحلوه دي. والنوع اللي هو الثالث، بس انا مش هعتبره نوع قوي يعني، اللي هو السارمز، عشان السارمز برضو في منها حاجات زي مثلا الام كي 677 تندرج تحت الجروث هرمون، عشان هو يعتبر محفز ليه وحاجات كده. وفي حاجات تانية نقدر ندرجها تحت التستوستيرون يعني ومشتقاته. المهم، فدول النوعين يعني، او دول اللي هم انت نقول عليهم العيلتين او الشجرتين الكبار قوي. طيب، انا كفهد رايي ان انت تبعد عن اي حاجه ليها علاقه بالجروث هرمون والانسولين و90% من السارمز، وهقول لك ليه. فانت لما تبعد بقى عن كل مشتقات الجروث هرمون، هيتبقى لك كل مشتقات التست. كل مشتقات التست دي حاجات كتير جدا لا تعد ولا تحصى، بس يعني اشهرهم عشان قلبك يطمئن هم الديكا والترين والانافار والستانازول وكل الحاجات الحلوه اللي انت بتسمع عنها دي. طب انا ليه بقول لك ابعد عن ده وما تبعدش عن ده، مع ان مثلا كل الناس اللي هي تعلن عليهم بروفيشنال بودي بيلدرز او كل الحاجات دي بيستعملوا الجروث هرمون والانسولين؟ والله لسببين. السبب الاول، ان انا هفترض ان ما دام انت بتتفرج على الفيديو ده فانت مش بروفيشنال بادي بيلدر، الا اذا كان كابتن الدره بيتفرج عليا، دي قصه تانية، الكلام مش موجه ليه طبعا. انما لو انت حد يعني بيتفرج عليا كعادي وهو هدفه ان هو ياخد سترويدز مش علشان اكل عيشه، يعني مش عشان هو مثلا بادي بيلدر، ولا عشان هو هيقف على مسرح، ولا عشان هو مثلا ممثل،
ولا عشان هو اي حاجه من كل الحاجات دي. هو عايز يعمل كده عشان شكله يبقى حلو، صحته تبقى حلوه، كل الحاجات دي. اذا فانا مش محتاج ان انا اديك حاجات هتديك نتيجه كويسه جدا وهتديك شكل معين، بس الناحيه التانية الاعراض الجانبيه بتاعتها وحشه قوي. عشان انا هفترض ان انت مش عايز تبقى دبابه او مدرعه، انا هفترض ان انت عايز شكلك يبقى حلو، عايز تبقى مقسم، عايز يبقى عندك حجم، عايز تبقى طول السنه عندك 6 باكس، عندك عروق، اوزانك عاليه. فانت لما تيجي تبص حتى على الناس اللي كانت زمان بتوع البودي بيلدرز، اللي هو اللي هنسميه اللي هي الجولدن ايرا او العصر الذهبي، الناس دي كلها ما كانش عندها جروث هرمون واشكالها كانت احلى، ده رايي انا الشخصي يعني، من الناس اللي بتضرب جروث هرمون. يعني بدايه من التسعينات والالفينات بدانا ندخل في مرحله اللي هو بيسموها الماس مونستر ايرا، اللي هو انت كل ما تبقى اكبر كل ما شكلك يبقى مش بني ادم، كل ما كنت انت يعني عملاق كائن غير البني ادمين، كل ما كان احسن. لو ده اللي انت عايزه اقفل الفيديو وانا ماليش دعوه بيك. انما لو انت عايز شكلك يبقى كويس زي مثلا ارنولد، زي فرانك زين، زي اللي هو سيرج نوبري، ناس كتير جدا في الزمن ده اجسامها كانت بجد حلوه. لو انت ده الهدف بتاعك فانت ممكن توصل لده بمشتقات التستوستيرون بس، وبأعراض جانبيه اقل، وبأعراض جانبيه احنا عارفينها عشان بقالها سنين السنين. يعني انت مش جاي بتجرب في حاجه جديده مثلا زي اسمه ايه ده، زي سارمز، فلسه الموضوع عليه كلام. لا، ده احنا عارفين ناس دلوقتي عندهم 70 و80 سنه زي ارنولد، خلفوا واتجوزوا وعاشوا وصحتهم تعتبر كويسه، وعارفين هما كانوا بيضربوا ايه وبياخدوا ايه والدوزز. فانت ليه تاخد حاجه مجهوله؟ يعني ريسك ملوش لازمه الا اذا كان ده اكل عيشك. فدي يعني النقطه الاولانيه اللي انا عايز اتكلم عليها. انا دلوقتي هلعب شويه كور للي مهتم يعني. بالنسبه للي مش مهتم نرجع لموضوعنا، الاعراض الجانبيه. طيب الاعراض الجانبيه بتاعت التستوستيرون هقول لك اغلبهم دلوقتي، وان هو وطبعا جيناتك بتفرق قوي في الموضوع ده، بس اللي هي شعرك ممكن يقع، جاينو او الجاينو او التثدي، ممكن يحصل لك مشاكل في الخصيه وبعد كده ممكن متعرفش تخلف، اكني او الحبوب اللي هي اللي بتبقى شكلها صعب شويه قوي في الظهر والوش بالذات، ممكن مشاكل في القلب، ممكن مشاكل في الكبد. ده تقريبا 90% من كل مشاكل التستوستيرون. هتقولي كل المشاكل دي وانت بتقولي اخد مشتقات التستوستيرون وما اخدش مشتقات الجي اتش؟ هقول لك علشان اكبر سايد افكت للجي اتش، وده لوحده بالنسبه لي يغنيني عن اي حاجه تانية في الدنيا، واللي هو ممكن يسبب لا قدر الله في كانسر. فانت لو عندك تيومر او اي خلايا ممكن عليها سرطانيه خامده او دورمنت، هو من كتر ما هو بيكبر كل حاجه في الجسم وبينشط كل الخلايا وكده، ممكن يأكتف الخلايا دي. خصوصا لو انت عندك فاميلي هيستوري او تاريخ في العيله، جدك، جدتك، خالتك، عمك، اي حد من العيله لا قدر الله كان جاله حاجه زي كده، انت كده يعني بتروح لرجليك لحاجه قمه في الخطر، عشان المقابل يبقى شكلك. دي بالنسبه لي مش ربحانه، وانت لو شايفها ربحانه تروح اكشف. مش عارف اقول لك ايه والله العظيم، بس عشان واحد ايه، ممكن يبقى في اطفال بيتفرجوا علينا، بس روح اكشف على قوه عقلك، عشان انت كده في حسبتك فيها حاجه غلط خالص. تمام؟ طيب علشان كل اللي انا قلته ده من ناحيه التستوستيرون بقى، حتى مثلا مشاكل القلب او الكلى او الكبد، الحاجات دي يعني انت يا باشا انسان متخلف وخدت الموضوع غلط وجالك مشاكل في القلب او في الكبد والكلى، الحاجات دي بنسبه كبيره الحمد لله الطب تقدم لمرحله ان ليها علاج. انما الناحيه التانية الحاجات دي يعني بتدمر عائلات وناس بتتوفى، فليه يعني اروح لهناك؟ دي حاجه. الحاجه التانية، انت حتى لو تلاحظ هتلاقي ان الناس بتوع زمن السبعينات والثمانينات زي ما انا قلت، الناس دي كبيره وعايشه ولسه موجوده، انما اغلب الشباب بتوع اليومين دول والفتره الاخيره اللي كانوا بياخدوا الجي اتش ومشتقاته بالذات، الناس دي توفت. بس فده رايي بمنتهى الاختصار الشديد. دلوقتي هدخل كور واقول لك ايه احسن سايكل تاخدها لو دي اول سايكل ليك بالذات، وهتبقى امن سايكل كمان، وواضح من كلامي ان كلها هتبقى مشتقات التستوستيرون. والله ندمان ان انا بنزل الفيديو ده، بس يلا امري لله. ماشي، التمرينه خلصت ودينا بنتمشى العربيه اهو. المهم السايكل بقى اللي كنت بقول لكم عليها هي سايكل تستوستيرون بس.
ما فيهاش فن، ما فيهاش حاجه. هتاخد من 400 ل 500 مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع لمده من 8 ل 12 اسبوع. وهقول لك ليه السايكل دي، يعني انا دلوقتي هقول لك ليه السايكل دي، عشان انا خصوصا في مصر الفتره الاخيره في هبل في موضوع الاسترويدز والسايكلز دي. استنى بس نفتح التكييف. ان انا بسمع حاجات وكميات من الهرمونات بطريقه تخض، وفي الاخر انت ما بتشوفش نتيجه. والموضوع ده يعني خطأ كبير جدا 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 جدا، علشان هي مش بكتر الهرمونات. فهقول لك ليه تاني ده السايكل الصح ان هو يبقى اول سايكل تعمله. طبعا انت المفروض بتحلل كل اسبوعين، اول تحليل هتعمله قبل السايكل عشان نبقى عارفين احنا بادئين منين، وبعد كده نقعد نعمل تحاليل دم كل اسبوعين عشان نتابع الدنيا هتمشي ازاي. فانت هتبدا زي ما انا قلت تقريبا من 400 ل 500 مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع، وبناء عليه هنحكم حاجات كتير جدا 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 جدا. اولها جيناتك، عشان ناس كتير فاهمه موضوع الجينات ده غلط. انت جيناتك مش بس انت يعني العضلات عامله ازاي ولا شكلها ولا الدهون ولا قدرتك على الزياده العضليه، لا، في جينات كويسه للضرب. فمثلا هحط هنا صوره جريج دوسيت. ده جريج دوسيت وهو طبيعي، وده وهو ضارب. وهو طبيعي بالنسبه للطبيعيين، هو فشيخ، هو من احسن الطبيعيين اللي ممكن يبقوا كانوا موجودين ساعتها. وهو ضارب وحش، هو مش حلو يعني بالنسبه للضاربين وبالنسبه للبروفيشنال بودي بيلدرز. فده حد جيناته في الضرب سيئه. ده هتلاقي حد ان هو ممكن تبقى جيناته كعضلات وكشكل كويسه، بس في ناس عندها قدره انها بتاخد اي حاجه شعرايه من اي حاجه وبيشوف نتيجه فشيخه، تلاقيه عملاق، تحول، الدهون بتسيح. ايه يا ابني اللي حصل؟ هو جسمه، جينات جسمه بتستقبل عامه الاسترويدز بطريقه كويسه جدا. دي حاجه. الحاجه التانية، في ناس برضو عندها جينات كويسه انها تستحمل الضرب، يعني الاعراض الجانبيه بتاعه الاسترويدز ما بتظهرش عليها قوي. فمثلا في حد ياخد استرويد معروف ان هو بيوقع الشعر، يقعد يعيش عليه سنين شعره زي ما هو ما بيقعش، وبقصه ويمين وشمال وكل حاجه. وفي ناس تانية اول ما تاخد حاجه يعني هو اصلا من غير استرويد شعره بيقع، فكمان يعني اول ما يلمس نوع استرويد بقرع خلاص راسه بتلمع، هو ما بينزلش الحلاق، هي على طول بتلمع. جينات. فانت برضو جيناتك انك تشوف نتيجه، وجينات انك تستحمل السايد افكتس، ما دي حاجات احنا برضو محتاجين نعرفها. فان انت تبقى اول سايكل هي عامله كده، دي بتبقى حاجه كويسه. كمان بتديك نوع من انواع المانجنج اكسبكتيشنز، يعني ان انت يبقى عندك تعال نقول اتصال بارض الواقع. هقول لك ليه. ان انت مثلا لو دخلت اول سايكل ضربت ديكا بقى وجروث هرمون وانسولين وبتاع، ومثلا يعني زدت يا باشا 10 كيلو صافي عضلات، اصبح ان ده الاكسبكتيشن بتاعك، يعني اصبح ان ده بالنسبه لك العادي. بس انا اول سايكل عملت كده. فانت مع الوقت هتبتدي تتغابى، هتبتدي تزود، هتبتدي عايز اكتر. فلما توصل لمرحله ان انت مثلا زدت 7 كيلو عضلات بس، هتبقى متضايق، علشان ازاي ده انا عملت 10. فاهم انا قصدي؟ فدي برضو حاجه مش كويسه يعني. فاحنا لازم نبدا بالراحه، نشوف انت هتزيد ازاي، جسمك هيتقبل الموضوع ازاي. ولما نبتدي ندخل حاجات مع بعض، ما ينفعش ندخل برضو 14 15 حاجه في نفس الوقت. فنبقى مثلا مش عارفين نقول يعني ده مثلا عمل له العرض ده اللي عمل مش عارف ايه، ده اللي جاب نتيجه، هو جسمه تقبل ده كويس، لا ما تقبلش ده مثلا عمل له مشاكل هنا في انزيمات الكبد، ده عمل مش عارف ايه، هكذا. واخر حاجه حابب اتكلم عليها، وهو ان انت تاخد سايكل عباره عن سارمز بس. دي فكره قمه في الفشل، وهقول ليه تاني. واحد، علشان انت لما تيجي تقارن يعني اللي هو انت هتستفاد ايه من السارمز قصاد السايد افكتس او الاعراض الجانبيه، هتلاقي ان انت خدت اعراض جانبيه كتير ونتيجه قليله جدا. ان خلي بالك السارمز برضو مش قويه زي التستوستيرون او مشتقات التستوستيرون، ده رقم واحد. رقم اتنين، هي بتديك تقريبا كل اعراض التستوستيرون. طب ليه يعني؟ طب ليه اعمل في نفسي كده؟ تالت حاجه، كتير جدا من السارمز توكسيك قوي للليفر، يعني هي تقيله قوي على الكبد. فده معناته ان انت مش هتعرف تقعد عليها فترات طويله، فهيبقى اخرك مثلا شهر او شهرين. طيب انت متخيل ايه في الدنيا ممكن انت تاخده يوريك نتيجه في شهر او شهرين؟ يعني انت متخيل ايه اللي ممكن يحصل في شهر او شهرين؟ جسمك كأنسجة وخلايا وعضلات يتحول. يعني انت متخيل ايه؟ عكس مثلا التستوستيرون انت ممكن تقعد عليه بالثلاث 4 شهور
والدوز لو بقت مظبوطه وقليله في ناس بتعيش عليه طول حياتها. فده معناته ان انا اخد حاجه زي التستوستيرون خدت نفس الاعراض الجانبيه بتاعت السارمز؟ لا، وشفت اضعاف النتيجه، وكمان اقدر اعرف اقعد عليها فتره طويله جدا، فابقى ضامن ان انا هشوف نتيجه. يعني دي حاجه برضه لازم نحطها انتو كونسيدريشن. ده غير ان اصلا سارمز كتير بتقفل التستوستيرون بتاعك، فانت غصبا عنك هتضطر تدخل معاها تستوستيرون او تدخل حاجه ترفع التستوستيرون. فيبقى احنا كده مدخلين سارمز، وعشان مدخلين سارمز هندخل حاجه ترفع التستوستيرون، وبعدين هندخل حاجه كمان تشيل بعض من الاعراض الجانبيه الاخرى بتاعت السارمز. وبعدين عشان انت دخلت حاجه ترفع التستوستيرون ممكن يكون ليها اعراض جانبيه تانية مثلا، فممكن نبقى بنتكلم في استروجين او كبد او كده، فتدخل حاجه. طب ليه يا ابني اللفه دي؟ طب ما تاخد الحاجه صح زي ما هي وتخلص، ليه وجع الدماغ؟ فده اول حاجه. تاني حاجه هقولها واللي هي ان في ناس ممكن تيجي تقول لك بس السارمز ممكن اخدها تابلتس، يعني انا ممكن اخد تابلت وخلصنا، انا مش عايز اشك، مش عايز اخد ابره، مش عايز اخد حقنه. لو دي مشكلتك فما تاخدش حاجه خالص، عشان انت واضح انك مش دريان انت بتعمل ايه، او يعني انت داخل على ايه او ايه اللي هيحصل. لو انت مشكلتك فعلا الشكشكه والابره، فانت يعني وعد مني انت مش مستوعب انت هتعمل في نفسك ايه. فمصلحه ما تاخدش حاجه، ده يعني ليك والله مش ليا. بس فانا هقفل الفيديو ده على كده. اللي عنده اي اسئله يسيبها لي تحت في الكومنتات. للمره الاخيره انا بخلي مسؤوليتي. بس اللي عنده سايكل او حاجه وعايز ياخد رايي فيها ممكن يبعتها لي على انستجرام، اقول له رايي بمنتهى يعني الحياديه، وعلى قد ما اللي انا فاهمه او قاريه او كده. واخر حاجه بس قبل ما اقفل الفيديو، مش معناته ان انا اتكلمت ان احسن سايكل ان انت تاخد تستوستيرون بس 400 و500 انك تنزل تعمل كده، عشان هو الموضوع يعني اكبر من كده شويه. انا بس بدي جايد لاينز عشان تبقى حاسس ان الدنيا بخير، ويعني تبقى فاهم بس احنا هنعمل ايه. يعني مش معناته ان انا كل حاجه قلتها دقيقه 100% فانت تنزل تعمل كده وبعدين تتسوح. بس انا خليت مسؤوليتي. سلام.